اشتراك في منصة شاهد. يا صح عليك باباراتزي، فيش تفرجت؟ والله محتار، نحب نتفرج في مسلسل رمضاني أما نحب ما يفوتش 15 حلقة. تعرفش كيفاش باباراتزي؟ تبعني يجيني. تعودنا خلال شهر رمضان إن نتفرجوا في مسلسلات طويلة، يعني 30 حلقة، وهذه المسلسلات غالبا ما تكون تكلفتها باهظة. وفما عباد كيف باباراتزي ما يحبوش يتفرجوا في مسلسلات طويلة ويفضلوا المسلسلات القصيرة اللي أصبحت متداولة في العالم الكل. وسنا يا باباراتزي شاهدنا عديد الأعمال العربية اللي عدد حلقاتها لا يتجاوز 15 حلقة. والبداية كانت مع مسلسل رشيد من بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، ويحكي على قصة رشيد اللي يتهم بجريمة قتل ويتم القبض عليه ليلة زفافه. أحداث المسلسل تصير بين زوج حقبات زمنية يفصل بينهما 15 سنة. نجم يا باباراتزي تتفرج في الصفارة من بطولة أحمد أمين اللي أنا شخصيا عندي ثقة في اختياراته وتفرجت فيه سابقا في مسلسل جزيرة غمام ومسلسل ما وراء الطبيعة. الصفارة عمل كوميدي بامتياز ويحكي على مرشد سياحي يلقى صفارة من عهد الفراعنة تمكنوا من أنه يرجع للماضي وعنده 3 دقائق فقط باش يغير مجرى حياته. أو تفرج في مسلسل وأخيرا اللي يعرض حصريا على منصة شاهد بطولة نادين سيبنجيم وقصي خولي. ومنذ عرض الحلقات الأولى متاعو أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب القضايا اللي يطرحها، منها الاتجار بالبشر. أو تفرج في مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني اللي تتعرف على طبيب تجميل ويقرروا انهم يتزوجوا رغم ان كل واحد فيهم عنده برشا اطفال من زيجات سابقة. او تفرج في مسلسل مذكرات زوج من بطولة عائشة بن احمد اللي يسلط الضوء على الحياة الزوجية وعلى المشاكل اللي تصير وقت اللي تحس روحك ماكش سعيد في حياتك الزوجية. وبداية من النصف الثاني من شهر رمضان نجم تتبع المسلسلات التالية. اولا مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي اللي يروي قصة امرأة ارملة تقرر انها تعمل في مجال الصيد من اجل توفير لقمة العيش لها والاطفال. او تابع مسلسل تغيير جو من بطولة منى شلبي واياد نصار اللي هما حاليا يعتبروا من افضل الممثلين على الساحة الفنية العربية وادوارهم السابقة تشهد بذلك. او تابع مسلسل الصندوق اللي قدم مغامرة 3 اصدقاء خلال رحلتهم لفك لغز صندوق غامض. او تابع مسلسل جت سليمة من بطولة دنيا سمير غانم اللي عندها فترة غايبة عن الدراما المصرية وترجع السنة في رمضان 2023 بهذا المسلسل. انت باباراتزي فيش ناوي تتفرج؟ خليلي وقت نتفرج في الحلقات الأولى من كل عمل ونقول